الفنان المتألق طلعت زكريا، بنرحب بحضرتك في موقع الفن الجميل. اهلا بيك واهلا بموقع الفن الجميل. كنا عاوزين نعرف دور حضرتك النهارده في العرض. انا بعمل في مسرحيه الكوتش دور الكوتش. ده راجل مواطن مصري عادي جدا، رياضي، كان رياضي، خد فريق دربه وصعد بيه لنهائي كاس مصر، وتعرض لظلم بين خلال ماتش النهائي. ما اتحسبتلوش ضربه جزاء مهمه جدا كان ممكن يفوز بالكاس بيها، فبيعتصم في منطقه الجزاء وبيطالب بحقه وبيطالب بالعدل. طب ايه اللي شجع حضرتك انك تقبل المشاركه في بطوله العرض؟ اللي شجعني ان انا عايز المسرح يرجع، عايز المسارح تنور، علشان زي ما حكيت في كل القنوات وقلت ان كان في 60 مسرحيه في دوله صغيره زي الكويت، ومصر ما فيهاش مسرحيه. عايز بلدي ترجع تاني تنور فيها المسرح، ويرجع رواد المسرح تاني يخشوا ويتفرجوا ويشاركوا معانا. التعاون مع الاستاذ جلال الشرقاوي، يا ريت تكلمنا عنه. تعاون في منتهى الدقه وفي منتهى الجمال. رجل مخرج كبير وعبقري، وحاططني في اطار لم اوضع فيه من قبل. طب وباقي كاست المسرحيه؟ الكاست كله كويس جدا، بتصور ممثله دمها خفيف ولذيذه وفي كيمياء بتجمعنا ببعض. وائل نور صديقي من زمان وهو ممثل كوميدي لايت كده جميل خفيف. في رضا ادريس كوميديان جميل. الاستاذ جلال نفسه بيمثل في المسرحيه. في ايناس بن علي وفي ليلي قاسم وفي هنادي، 3 بنات موجودين معانا، وفي طلبه المعهد بيساعدونا في الادوار الجميله الصغيره. توقعات حضرتك ايه للعرض، خصوصا ان الظروف صعبه شويه؟ توقعاتي ان الناس هتيجي لسبب واحد، لان النهارده المستوى الاقتصادي هو اللي بيمنعك من انك تيجي المسرح. احنا عاملين اسعار مخفضه جدا في متناول الشعب كله، فلراغبي المتعه ولراغبي التسليه ولراغبي الفكر ان هم يلاقوا مسرح فتح يتقدموا ويجوا، ومش هيلاقوا ما يزعجهم خالص يعني. متشكرين الف شكر. العفو. الفنانه الجميله ايناس بن علي، برحب بيكي في موقع الفن الجميل. انا برحب بيكي اشرف، دي حقيقه. الله يخليكي. عاوزين نعرف دورك ايه في المسرحيه النهارده؟ دوري في المسرحيه اسمي ناهد. ناهد دي بتغني، بترقص، بتمثل. بنعمل مسرحيه الكوتش دي سياسه كوميدي، فيعني في تنوع في دوري. في ناهد دي اللي هي نونا. ربنا يستر، انا خايفه قوي. طيب كلمينا عن التعامل مع الاستاذ جلال الشرقاوي. تعامل جميل، يعني هو غني عن التعريف. طبعا الدكتور جلال غني عن التعريف، ده دكتور فنان عملاق. يعني انا مبسوطه وليا الشرف ان انا بشتغل معاه، وليا الشرف كمان بشتغل مع زملائي اللي انا بحبهم جدا: طلعت زكريا، وائل نور، انتصار، رضا ادريس، ليلي قاسم، هنادي، طلبه المعهد اللي هم مميزين تميزوا بجد. هتنبسطوا يوم الخميس لما تيجوا تتفرجوا ان شاء الله، هتنبسطوا قوي بيهم. كلمينا عن فتره البروفات. فتره البروفات انا زي ما قلت لكل الصحفيين برضو، ما كانتش بروفات بالنسبه لي، كانت دروس. كنت باخد دروس من مسرح الدكتور جلال الشرقاوي، كنت باخد دروس هقول لك ايه، من اصغر فرد في المسرح على راسهم الدكتور جلال. كنا بناخد دروس. انا بالنسبه لي يعني على مدى الشهور دي اللي احنا بنعمل فيها بروفات كنت بتعلم. يعني ما كنتش، يعني كنت بتعلم ان انا اعمل دوري، بس في نفس الوقت كنت بتعلم دروس للحياه، للتمثيل، للاخلاق، للانضباط، يعني بجد. يعني الحمد لله. هل متوقع هيكون في اقبال ان شاء الله على المسرحيه، ولا الظروف مش حلوه؟ برضو زي ما قال الدكتور جلال، لو واحد بس، انا يعني لو واحد بس احنا هنعرض تمام، بس انا متفائله خير جدا 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 جدا، وعندي ثقه قوي 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 في ذوق الشعب المصري، ومتاكده يعني ان شاء الله يعني باذن الله ان احنا هيكون في جمهور. وزي ما قلت لك، ولو واحد بس احنا هنعرض برضو. دي اول مره على المسرح؟ دي اول مره في حياتي ان انا اعمل مسرح، واول مره هقف على المسرح. مش همثل بس، هغني، هرقص. ربنا يستر. هل المسرح حبيتيه ولا لسه ما؟ لا، انا ده حلم من احلامي، وانا بحبه من وانا صغيره. يعني ده حلم زي ما بيبقى كده لحد احلام تتحقق له. انا كان حلم من الاحلام دي ان انا اعمل مسرح. يعني انا والله العظيم انا لغايه دلوقتي انا مش مستوعبه، يعني لسه مش كده، يعني اللي هو مش يوم الخميس بس اللي هو هعرف ان انا دلوقتي عملت مسرح ولا ايه، مش عارفه يعني، فاهم؟ لسه الرهبه مسكاني لغايه دلوقتي. نشكرك الف شكر. شكرا لك. شكرا.
يعني الصوره مع الفنانه الشابه ليلي قاسم، عاوزين نرحب بيكي في موقع الفن الجميل. عاوزين نعرف دورك ايه في المسرحيه دي. انا بعمل دور بمثل. انا مش عايزه احرق الدور على فكره ولا المسرحيه، لكن خليني اقول لك ان انا بمثل الاعلام المصري الثوري في المسرحيه دي، لان انا شخصيا مبادئي الشخصيه انا ضد تكميم الافواه، ضد تأييد حريه التعبير. فسعدت ان انا تم اختياري لان انا اعمل الدور ده. انا بعتبر ان دوري ده مهدى لاصدقائي وزمايلي الاعلاميين والصحفيين والمبدعين بالدرجه الاولى، لاني انا قبل ما اكون ممثله فانا اعلاميه، وطبعا بحكم ان انا ممثله اذا انا مبدعه، فطبعا انا لازم اكون بتضامن معاهم، وان شاء الله تضامني معاهم ده هيكون من خلال العرض العمل ده باذن الله. اتعلمت ايه من الاستاذ جلال الشرقاوي؟ اتعلمت كتير. اتعلمت الالتزام بالمواعيد، اتعلمت ان اهم ما في العمل كواليسه. عايز اقول لك ان انا دلوقتي ببص دكتور جلال الشرقاوي ان هو قامه كبيره جدا، فنان قدير، تاريخ كبير. فلما هذه القامه وهذا التاريخ وهذا العظيم يقع اختياره علي انا عشان اشارك معاه في هذا العمل الفني، ويديني هذه الثقه ان انا اكون احدى بطلات العمل، اكيد دي مسؤوليه كبيره قوي لازم اكون قدها ان شاء الله. بقيه الكرو، كلمه عن بقيه الكرو. بقيه الكرو اصدقائي وحبايبي وزمايلي، بستفيد منهم يوم عن يوم، خصوصا قامات زي طلعت زكريا، وائل نور، انتصار. الناس دي انا بستفيد منها يوم بعد يوم، بيضيفوا لي يوم بعد يوم. سعيده بالعمل معاهم، سعيده بوقوفي جنبهم، ويا رب اكون قد المسؤوليه دي ان شاء الله. هل اول تجربه مسرحيه؟ ان شاء الله اول تجربه مسرحيه. مش خايفه؟ لا خالص، الحمد لله، الثقه موجوده وربنا موجود، اخاف ليه؟ والبروفات، كلمينا عن البروفات. البروفات احنا في معسكرات يوميه من 3 ل 4 ساعات. بتهيألي المعسكرات اليوميه دي كفيله ان الواحد لو في جواه ذره خوف تروح تماما يعني. طب توقعاتك ايه للمسرحيه؟ ان شاء الله تنجح نجاح صح. ان شاء الله. شكرين قوي.